مقتل ولاد ماضي في ولاية المسيلة شرق الجزائر في 23 من جوان 1919، واغتيل بمدينة عنابة شرق الجزائر أيضا في 29 من يونيو 1992. بين المولد والاغتيال قصة رجل وقصة بلد. أيضا سنحاول أن نقف عند ذكرى نزول هذا الرجل الذي اختلف مع رفقاء السلاح بعد استقلال الجزائر وهاجر إلى المغرب ليبقى هناك منفيا لعقود، ثم يطلب منه أن يرجع إلى الجزائر في مثل هذا اليوم 16 من يناير جانفي 1992 ليغتال بعدها بعد 6 أشهر. ما الذي حدث؟ نريد أن نطرح بعض الأسئلة في هذه الحلقة. في الجزء الثاني سنتحدث عن زيارة تاريخية بدأها رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير محمد طنطاوي إلى ليبيا، ونتحدث عن مستقبل العلاقات الليبية العربية والمغاربية بعد الثورة. إذن فاصل ونبدأ النقاش. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء في هذه الحلقة إذن، ونبدأ بالحديث حول هذه الذكرى، ذكرى وصول رئيس الجزائري محمد بوضياف إلى مطار هواري بومدين قادما من المغرب في مثل هذا اليوم. حطت الطائرة الرئاسية ونزل منها هذا الرجل الهرم والذي عاش في المهجر أو في الملجأ السياسي في المغرب لعقود بعد خلافات مع رفقاء السلاح بعد استقلال الجزائر. ما الذي أتى بالرجل مرة أخرى إلى الجزائر؟ ما الذي حدث؟ ما العقد الذي عقده مع من جاءوا به؟ ما الذي حدث في 6 أشهر من حكمه؟ وكيف اغتيل؟ أريد أن أسأل هذه الأسئلة على ضيفي هنا في الأستوديو: السيد محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد مؤسسي حركة رشاد المعارضة، وأيضا ينضم إلي عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ عبد العالي رزاقي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر. أرحب بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك محمد العربي. يعني رجل أحد رموز الثورة الجزائرية، اختلف مع أصدقائه بعد الاستقلال، هاجر ثم يعود في يوم من الأيام في مثل هذا اليوم 16 جانفي 1992. في بالك يعني ما الذي جعل هذا الرجل يعني يقبل بالعودة إلى الجزائر ليتولى مهام ضخمة وهو كان غايب عن البلاد لمدة عقود؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم المشاهدين الكرام. ابتداء دعني أقدم لك هذا الخبر ولمن يشاهد القناة المغاربية، وهو اعتقال أخونا الدكتور مراد هينا بباريس اليوم 16 جانفي في حدود منتصف النهار من طرف السلطات الفرنسية، على ما يبدو أنه بناء على طلب من الجماعة الحاكمة في الجزائر. إذن ونحن نقدم هذا الخبر أيضا نندد بهذا الفعل، ونعتبر أن هذا في الحقيقة ظلم حقيقي وضرب لدعاة الحرية ولدعاة التحرر، خاصة أن الدكتور مراد من أوائل الذين وقفوا في وجه الجماعة الحاكمة منذ 20 سنة تقريبا، وهو الذي لم يكن في أي حزب أو في أي حركة من قبل الانقلاب. يعني الرجل من الذين اعتقل في باريس. عندكم معلومات عن نعم اعتقل في باريس؟ سبب الاعتقال هو ملف فارغ طبعا، هو عنده حكم بالإعدام من طرف الجماعة الحاكمة في الجزائر، لأنه باختصار بسيط كان من الذين عارضوا الانقلاب ومن الذين تحركوا سلميا وأشدد على هذه الكلمة ضد هذا الانقلاب بالكلمة وبالقلم، ولكن طبعا الجماعة هناك لا تقبل أي مقاوم، لا تقبل أي شريف يعارضها، وبالتالي حركت الحكومة الفرنسية التي نعتبرها شريكة في هذا الفعل، ونعتبر في الحقيقة أن فرنسا ما زالت تريد أن تبقى الجزائر تحت هيمنتها وتحت هيمنة من يتبعها. نحن طيب سنتناول هذا الموضوع، نبحث فيه في
هذا الخبر وخلفياته وحقيقة هذا الاعتقال في ما بعد. يعني هذا خبر سنناقشه فيما بعد. اعتقال الدكتور مراد دهينة، قلت اليوم في باريس، في مطار أو في مطار أورلي عائدا إلى جنيف بعد أن شارك في إحدى لقاءات الحركة رشاد هناك. طيب، عودة إلى سؤالك. نعم. بالفعل قبل 20 سنة نحن نعيش اليوم بالضبط الذكرى 20 لعودة أحد كبار الثوار، أحد أباء الثورة الجزائرية، الشهيد محمد بوضياف، الذي عجزت فرنسا على اغتياله وعلى قتله، وهو الذي عارضها منذ أن كان شابا يافعا صغيرا، منذ أن كان في الحركة الوطنية على مختلف توجهاتها، وخاصة في حزب الشعب وفي المنظمة الخاصة وفي غيرها من الحركات والمجموعات التي كانت تنادي باستقلال الجزائر. عرفت عنه يقول فيها سنقوم بالثورة المسلحة ولو بقردة واد شفة أو بالشوادة كما سماها آنذاك، بالشوادة تاع شفة. وكان عنده أيضا مقولة شهيرة يقول فيها في مواجهة بعض المتخاذلين من حزب الشعب، قالها في باب الواد في بداية الخمسينات أو في 53 54 فيما أذكر، قال سنقوم بالثورة معكم أو بدونكم أو حتى إذا اضطررنا لذلك ضدكم. هذا الرجل في واقع الأمر بعد الاستقلال اختلف مع جماعة وجدة. جماعة وجدة كما هي معروف هي جماعة جيش الحدود اللي كان يقود الراحل بومدين ومجموعة بما فيهم الرئيس ما يسمى بالرئيس الحالي بوتفليقة وغيره. رفض اغتصاب السلطة من طرف جيش الحدود، ورفض هذا دفعوا ثمن غالي مع آخرين. هو نجا من الاغتيال لكن أو من القتل، لكن آخرين اغتيلوا وقتلوا وآخرين نجوا. من بين هؤلاء الذين نجوا ربما هو اللي التجأ إلى المغرب، وربما أيت أحمد اللي التجأ إلى سويسرا. في لما قام الانقلاب في 11 جونفي 92 قاموا به جنرالات اللي كانوا يوما ما يقاتلون مع فرنسا، التجأوا إليه لأنهم كانوا يعرفوا أنه ليس هناك هو وجه قوي، خاصة أنه ظل معارض لنظام الحكم القائم، ولمدة 28 عام ظل معارض في المغرب في مدينة قنيطرة بالضبط، والتجأوا إليه. في البداية رفض، ولكن بعد إلحاح شديد قبل، ثم عاد فرفض، ولكن في نهاية المطاف ولمجموعة من الضغوط ربما يأتي الحديث عنها قبل بالعودة وعاد في مثل هذا اليوم إلى الجزائر. طيب، أريد أن أسأل ضيفي عبر الهاتف من الجزائر الدكتور عبد العالي رزاقي. يعني الرجل قرابة 30 عام وهو يعارض هذا نظام حكم بالنسبة له لم يحقق أهداف الثورة، يبقى في القنيطرة هذه المدة ثم يعود فجأة. كيف تم إقناع الرجل؟ يعني احنا سمعنا شهادات لخالد نزار ثم رضا مالك وعلي هارون وهو من اقترح هذا الاسم، لكن في الحقيقة يعني ما الذي جعل في نظرك وحسب أبحاثك، يعني وأنت تدرس العلوم السياسية وأنت تبحث في هذا الموضوع، ما الذي جعل الرجل يقتنع بأنه يجب أن يعود إلى الجزائر؟ نبه نقطة أساسية حتى يفهم المتلقي أو الجمهور، بأنه في 62 تم الاتصال به من طرف قيادة أركان الجيش جماعة بومدين، وكلف الرئيس الحالي بوتفليقة بالاتصال به لإقناعه بأن يكون أول رئيس للجمهورية الجزائرية بعد الاستقلال، ولكنه رفض. وهذا الموقف يبدو لي وضع في الحساب. النقطة الثانية أن موقفه من الصحراء الغربية أثار كثير من التساؤلات، ولكن عندما قاموا جماعة خالد نزار بالانقلاب في الجزائر أول شيء فكروا في شرعية تاريخية، لأنهم لا يملكون شرعية سوى التاريخ، فالعودة إلى التاريخ. ولهذا عندما ذهبوا إليه كلفوا علي هارون، وهذه الاتصالات تمت انطلقت من منطلق الحفاظ على الدولة الجزائرية. فهو من هذا المنطلق يبدو لي أنه واحد من الثوار 22 اللي حرروا البلد، ولهذا لا يمكن أن يتراجع. بالرغم من الاتصالات الأولى كان يرفض دائما وكان يصر على أنه لا يمكن المساس بالشرعية التي يتم انتخابها. عندما جيء به هنا كان الهدف المخطط له وهو أنه يجب تصفيته. لماذا تصفيته بالذات؟ لأنه له مواقف سابقة ضد هؤلاء الجماعة. أضيف إلى ذلك أنه كان مكلف بمهمتين أساسا،
وهو أولا إلغاء جبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة التحرير. وعندما جاء وبدأ يتحرك ووجد الشارع في استقباله، وبدأ أول شيء تحرك في إطار تنظيف الفساد الموجود في الجزائر. ولكن فوجئنا ونحن نتبع الأخبار نتاعو أن الذين كلفوا بتنظيف البلاد من الفساد من الضباط تمت تصفيتهم. ثم عندما اختلف معهم، عندما أرادوا أن يبقوا عليه كواجهة للحكم واختلف معهم، تمت تصفيته. المفارقة العجيبة في العملية التصفية أنها كانت على المباشر، ويبدو أنها رسالة مهمة جدا للأطراف التي كانت تعارض آنذاك حكام فرنسا آنذاك أو ضباط فرنسا. ولهذا عندما تم تصفيته بدأ التحقيق في كيفية تصفيته. اللجنة تكونت من مجموعة لا داعي لذكرها، ولكن ألفت النظر أن أحد الذين رفضوا التوقيع على التحقيق وهو المرحوم يوسف فتح الله تمت تصفيته كذلك. إذن هناك شيء يريدون إخفاؤه. طبعا هناك تصفية لهذا الرجل لأنه نظيف، لأنه ينتمي للثورة، وكأن هناك انتقام من رموز الثورة. النقطة الثانية رسالة لمن يريد أن يتحرك ضدهم. ولهذا هذه العملية طبعا يجب ننتبه أنه وقعت خلافات على مستوى الرئاسة. السيد بوضياف المرحوم بوضياف كان طموحه غير طموح السلطة. عندما جاء بمجموعة طبعا لا علاقة لهم بالجزائر، والخطأ ارتكبوا. النقطة الثانية أن التنسيق الذي كان يتم في دار عزيزة بالأبيار، ما بين الأبيار والمرادية، هذه المنطقة الفيلا هذه الآن أخذتها زوجته. فهنا ماذا فعل؟ أنه تم الاتصال وتمت العملية. هو الشخص الوحيد الذي استطاع أن يقنع كل الملتفين حول الثورة أو الذين يؤمنون بالثورة بأن ينقادوا للجزائر. وفعلا بذلك بدأت المرحلة الجديدة الانتقالية. طيب، يعني هناك قناعة لدى الطبقة السياسية. أريد أن أبدأ بالطبقة السياسية ثم أتحدث عن الشعب. يعني هناك قناعة، لا أحد يملك الدليل المادي، لكن هناك قناعة لدى كل الأحزاب السياسية وكل المسؤولين، على الأقل الذين تحدثت معهم سواء لما كنت في الجزائر أو عبر حواراتي التلفزيونية، أن هذا الرجل قتل، تم تصفيته من الجماعة المتخذين القرار في الجزائر أو من جاءوا به. في هذه القناعة، وكل الناس اللي تحدثنا معهم يقولون بأن قضية بومعرفي هذه انساها. من قتل بوضياف هو من جاء به أو من كان منزعج من سياساته. لكن ولا أحد من هذه الطبقة السياسية والطبقة المثقفة في الجزائر ضغط من أجل تحقيق جدي. هل تم يعني السماح في دم هذا الرجل؟ أعتقد بأن هناك مشكلة مع الثورة. هناك أناس عندهم مشاكل مع الثورة الجزائرية، وهذا رمز من رموز الثورة الجزائرية، ولا بد أن تصفيته. والتصفية والطريقة التي تمت بها كانت فعلا مثيرة للانتباه. غريب أنه لا يستطيع ولا واحد يذهب معه إلى عنابة. المفارقة أن الليلة هذيك وزير الداخلية ورئيس الحكومة باتوا في فندق سان جورج في فندق الجزائر. وعندما مات كان عن مباشر، حتى أنه بعض المعلومات التي سابق علي كافي كان أول واحد في الرئاسة، البقية لم يكونوا في الرئاسة، كانوا في مكان آخر. ولهذا وقع ارتباك في المؤسسة التي لا أقول تصفيته ولكن التي ساهمت في تصفيته. هذا الارتباك وقع، كانوا يبحثون على بديل.
هنا طبعا في جميع الحالات كان الرجل الوحيد البديل اللي ممكن يمشي مرحلة معينة هو الرئيس علي كافي. لماذا؟ لأنه عقيد، لأنه في مستوى بوضياف. إذا هناك في التاريخ الجزائري مراحل، هناك دائما عندما يوقع انقلاب يلجؤون إلى الشرعية التاريخية. في 62 عندما وقع انقلاب على حكومة بن يوسف بن خدة، جماعة بومدين لجأوا إلى الشرعية التاريخية، وأنهم اختاروا أحمد بن بلة. عندما انتهت وظيفته في 65 طلقوا. عندما انتقلوا إلى مرحلة هذا الانقلاب تاع 92 كان لابد أن يلجأوا إلى الشرعية التاريخية. فالشرعية التاريخية هي السند الوحيد المقنع لتسيير البلد. جميل هذا يعني التحليل الأخير، لأنه يعني دفعتني إلى المحور الأخير من هذا النقاش، قضية الشرعية التاريخية والبحث المستمر يعني عن هذه الشرعية لتكون عنوان لاستلام السلطة. الكل الآن من بدأوا الثورة هم في 70 و72 و75. الآن الكل مجمع أيضا أن الجزائر تعيش حالة مخاض بعد بوتفليقة. من ممكن أن يكون هو صاحب الشرعية الذي ينقذ هذا النظام في نظرك؟ الآن انتقل أصحاب القرار إلى منطق غريب جدا، وهي الشرعية الجهوية. أنه كل جهة تريد أن ترشح شخصا، الوسط يريد أن يرشح شخصا، والغرب يريد أن يرشح رئيسا، والشرق يريد أن يرشح رئيسا. فهناك الآن تكتلات وصراعات على مستوى أعلى لحسم القضية لهذا المرشح أو ذاك. ولكن المشكل الحقيقي يفترض أن هؤلاء الذين يفكرون في المستقبل على الأقل يفكروا في برنامج رئيس. لا يهمنا من يكون الرئيس، فليكن جاهلا، ولكن عندما يكون له طاقم وله برنامج يمكن أن يحقق شيء. لاحظوا أنه نيكسون لم يكن يعرف كثير من الدول، ولكنه رجل دولة عظمى. إذا يفترض أن هؤلاء أن يفكروا بمنطق البرنامج. ولكن مع الأسف الشديد عندما كذلك جاءوا ببوتفليقة جاءوا بالشرعية كذلك حتى يتم مرحلة معينة للحفاظ على المصالح الخاصة بهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر الدكتور عبد العالي رزاقي على هذه المشاركة وهذا التحليل القيم لهذا السؤال الكبير، يعني لماذا بوضياف ولماذا قتل بهذه الطريقة، صفي بهذه الطريقة، وما الذي حدث خلال 6 شهور من حكمه. أستاذ محمد، يعني هناك هذا القناعة كما قلت عند كل الطبقة السياسية، يعني حتى المواطنين في الشارع، لما تسأل المواطنين في الشارع، وقد سألت أنا هذا السؤال لما كنت أشتغل في الجزائر، يعني بأريحية، يعني في الشارع يقول لك أنه بوضياف قتلوه، هم قتلوه يعني. لكن لم يحدث، غريبا لم يحدث أن كل يعني تجتمع هذه القناعة عند غالبية الطبقة السياسية والشعب أنه هم قتلوه، يعني من جاءوا به هم من قتلوها وسهلوا قتلوا، لكن ما يكون في تحقيق جدي ويسكتوا كل الناس وتفوت الحكاية. يعني الحقيقة قتلوه واستمروا في قتله، مش حتى توقف القتل، لأنه بعدين الذاكرة نتاعو قتلت، ويكاد تقريبا يمر يوم قتله ويوم الاتيان به مثل اليوم مثلا لا تجد شيء في الحديث عنه عند الجهات الرسمية، ولا يوم استشهاده يوم 29 جوان 92، ولا العمل اللي قام به. بالرغم أنه عندما كان موجود كان الإعلام الرسمي يكاد يقول أنه هو المهدي المنتظر أو المخلص، أو اعتبروه مخلص. والحقيقة أنه كما تفضل الأستاذ الفاضل من الجزائر، الجماعة اللي قامت بالانقلاب لا تملك أي شرعية، بل بالعكس هي مدانة تاريخيا ومدانة عمليا، لأن الضباط اللي قاموا بالانقلاب سنة 92 أغلبهم تقريبا من كبار 7 ضباط كانوا 6 من الذين اشتغلوا كضباط أو صف ضباط عند فرنسا. كيف؟ لماذا؟ من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية. قاتلوا تحت العلم الفرنسي، قاتلوا من أجل أن يبقى الشعب الجزائري تحت الاستعمار. هذه لازم نفكروا بها بعمق. لكن هذه ظروف تاريخية لا ظروف تاريخية لا. هو شوف، احنا نفرق بين الأمرين. احنا نفرق بين الأمرين. لا، في فرق ما بين كان مضطر أن يذهب تحت العسكرية، وهؤلاء فقط أصحاب الجنوب، لأن اللي كانت تعتبر منطقة عسكرية. ما عدا منطقة الجنوب اللي كانت تعتبر منطقة عسكرية، ما عداها لم يكونوا ملزمين بالذهاب. ربما كانوا ملزمين في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، مات عشرات الآلاف من الجزائريين في حروب أوروبية لا علاقة لهم بها، اضطرتهم فرنسا لذلك. لكن الذهاب للجيش الفرنسي كان بإرادة. وهناك
من اضطر، لكن هناك من التحق بالثوره في 54، التحقوا في 55 56 57، حتى هناك من التحق حتى في 58 او 59، لكن كانوا قاتلوا فرنسا من بعد لانهم كانوا بالفعل مضطرين. لكن هناك من لم يطلق رصاصه واحده وظلوا في تونس، مثل خالد نزار، مثل العربي بالخير، مثل العقيد بن شريف، مثل مجموعة كبيرة، محمد تواتي التحق في 61 أو 62، محمد العماري التحق في 61. هؤلاء هم اللي قاموا بالانقلاب. نحن لا ندين كل من كان في الجيش الفرنسي أنه ندينه، بالعكس نحن ندين الذين كانوا يحملون العقلية أو الثقافة أو حب فرنسا العميق اللي كانوا يرد. مصطفى اللي أقيل ومات قبل سنتين، كان قائد الأركان، أول قائد الأركان وأول جنرال، نسيت الاسم.